لولا انها ست كبيرة وقد امها كانت شكت فيها. فيديو مثير لست مصرية عجوزة مع الراقصة ديانا زنقت الرقاصة في الفرح وهاتك يا تفعيص. عينت شكل الرقاصة كله حتة حتة، ما سابتش مكان الا وحسست عليه. يا ترى ايه حكاية الست العجوزة دي وايه اللي قالته الراقصة ديانا عليها؟ كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. قالوا عنها إنها ما صدقت شافت واحدة حلوة فقعدت تفعص فيها. موقف طريف ومثير لسيدة مصرية مع الراقصة ديانا. الحاجة العجوزة ما صدقت شافت الجمال الطبيعي للراقصة ديانا فمسكت فيها. هاتك يا تفعيص فيها. شافت بعينيها حلاوة الراقصة دي وعينت كمان بإيديها. كل ده عملته الحاجة العجوزة وسط الناس، لا انكسفت من معازيم ولا حد فرق معاها. همها الأول والوحيد إنها تعين الجمال الطبيعي للراقصة ديانا. من أول ما فيديو الحاجة دي نزل على السوشيال ميديا والكل بيحاول يعرف هي عملت كده ليه وإزاي أهلها سابوها تعمل كده، والأكتر من كده كمان إيه كان رد فعل الراقصة ديانا نفسها. للأمانة كل دي أسئلة مشروعة يحق للجمهور إن هو يعرف إجابتها. ما هو موقف الست والحركة اللي عملته غريب برضو وعجيب كمان في نفس الوقت. تخيل يعني أو تخيلي إنك مكان الراقصة ديانا والست جاية تفعص وتعين فيكي كده، أكيد هتتخضي صح؟ وأكيد هتحاولي تعرفي الست دي عايزة منك إيه، وممكن تفتكري إن الست دي على قدها شوية، كبرت يعني والعقل بقى على قده. ده بالفعل اللي قاله جزء من الناس على السوشيال ميديا بعد ما شافوا فيديو الست العجوزة مع الراقصة ديانا. ما هي لو مش كده وعقلها سليم يعني فهتكون إيه طيب؟ للأمانة برضو في من الجمهور اللي قال إن الست يا عيني محرومة، ما شافتش جمال طول الفترة اللي فاتت خالص، طول عمرها ما بتشوفش بنات حلوة، ولما شافت الراقصة ديانا والجمال الطبيعي اللي فيها انصدمت من كمية الحلاوة والجمال، وطلبت معاها انها تتأكد من الجمال ده بنفسها، انها تحسس وتعين بنفسها. شك يعني ان هو يكون جمال ملعوب فيه، عاملة حاجات تجميلية يعني ولا حاجة. طيب هل الست حقها تعمل كده؟ بصوا احنا طبعا مش حكم في الموضوع ده، بس اغلبية اللي شافوا الفيديو ده على السوشيال ميديا قالوا انه مش من حق الحاجة انها تعمل كده. ما يصحش ابدا انها تلمس الراقصة ديانا بالشكل ده، لان ديانا ممكن انها تقلق منها جدا وتتوتر، وده اللي حصل اصلا زي ما باين كده من رد فعل ديانا عليها. المشكلة الاكبر هي رد فعل الجمهور في الفرح على اللي عملته الحاجة العجوزة. مفيش ولا واحدة ولا واحد في الفرح مسك الحاجة ووقفها عن اللي هي بتعمله ده، مفيش حد نصحها حتى ان اللي بتعمله ده غلط. دول فضلوا يضحكوا وكأن الموضوع عادي وسهل خالص. هو الموضوع عادي فعلا ولا انتوا ايه رأيكم؟ وسؤال كمان، هو انتوا لو مكان الراقصة ديانا هتعملوا ايه؟ مستنية ردودكم في التعليقات.